أنا عندي 35 سنة دلوقتي، لكن قصتي بدأت من 14 سنة لما اتجوزت عن حب وأنا عندي 21 سنة. كنت فاكرة إني هعيش حياة سعيدة، لكن الدنيا كان ليها رأي تاني خالص. اكتشفت إن عندي مشكلة في الإنجاب ومفيش أي حل ليها. جوزي وقتها بدل ما يبقى سندي بدأ يعاملني بقسوة، وكل يوم يفضل يجرحني بكلامه ويعايرني إن حرمته من كلمة بابا. حاولت كتير أحافظ على الجواز وطلبت منه إن هو يتجوز علشان يخلف، وفعلا وافق بكل سهولة وبسرعة. بس كان عايز يطفشني الأول، عايشني في قهر ومرار، وفي الآخر طلقني بعد 7 سنين جواز، وكل ده علشان يتجوز ويخلف. بعد الطلاق كنت متدمرة نفسيا جدا وما بقتش عاوزة الجواز تاني نهائي، وكنت برفض أي حد يتقدم لي، خصوصا إن أغلب اللي كانوا بيتقدموا لي كانوا مطلقين أو أرامل ومعاهم أولاد، وكنت بالنسبة لهم مجرد فرصة سهلة. بس بعد سنة من طلاقي جه واحد أهلي ضغطوا عليا بكل الطرق عشان أوافق عليه، رغم إني كنت رافضاه من البداية وما كنتش مرتاحة له خالص. كان أكبر مني تقريبا بسنتين، مطلق ومعاه بنتين، 7 سنين و8 سنين، والناس كلها قالت عليه كلام كويس، وإنه من عيلة محترمة وإن هو كمان شخصية محترمة جدا. وفي الآخر استسلمت ووافقت، وقلت لنفسي يمكن ربنا كاتب لي رسالة أقوم بيها في حياتي وأكون أم لبناته. مع الوقت حبيت البنات فوق ما تتخيلوا، وهم كمان حبوني جدا، لكن هو مش عارفة أوصفه. كان شخص غريب عني، ما عندوش أي اهتمام بيا أو بالبنتين، وكان بيحب يعيش لوحده. وبعد 6 شهور من الجواز جات له فرصة سفر للسعودية، وسافر وساب لي كل المسؤولية لوحدي، حتى الفلوس كان بيطلع روحي علشان يبعتها لي. أنا ركزت على البنات وتعليمهم وأخلاقهم وتربيتهم، وحاولت أكون ليهم كل حاجة، وفعلا حياتهم اتغيرت للأحسن كتير. بقوا دايما من الأوائل في دراستهم وبيتكرموا في حفظ القرآن الكريم، لكن هو ولا كان بيقدر ولا كان حتى مهتم. بعد سنتين من الغياب رجع أيام كورونا وقعد 6 شهور، وأنا كنت لسه مستحملة عشان خاطر البنات، لكن علاقتنا كانت أسوأ من الأول بكتير، وبدأت أحس تجاهه بكراهية شديدة. بعدها سافر تاني وقعد 3 سنين من غير ما حتى ما يسأل علينا. مكالمته كانت مرة واحدة في الشهر، ولما يكلمني بيكون خناق علشان المصاريف، وكان بيبعت لنا 500 ريال بس لكل حاجة. ولما كنت أطلب منه فلوس لعلاج البنات أو حتى لبس العيد كان يقولي بلا عيد بلا زفت. كنت حاسة إني بنهار، وبقيت أسأل نفسي هو إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ ليه عملت في نفسي كده؟ ومع تعب الحياة والمسؤولية اكتشفت إن أنا عندي ورم، والحمد لله طلع ورم حميد. بس قبل ما اطمن ما كانش راضي حتى يصرف على تعبي، ولا حتى يبعت لي فلوس لمواصلاتي للدكاترة. كنت بتابع في مركز الأورام وأنا مش عارفة أتحرك من التعب، وهو ولا فارق معاه. وفي نفس الوقت اكتشفت إنه بيبعت فلوس لناس تانية كده وبيعمل حاجات حرام. وقتها قررت إن أنا لازم أخد خطوة، وما كنتش عايزة أظلم البنات معايا. فبدأت إن أنا أمهد ليهم الموضوع، واتفقت معاهم، وهم كمان كانوا في حيرة، عاوزين يفضلوا معايا لكن في نفس الوقت كانوا حاسين إني تعبت ومحتاجة أرتاح. وبعد 3 سنين غياب لما نزل مصر كنت مصممة على الطلاق، وفعلا تم في خلال شهر، حتى اني اتنازلت عن كل حقوقي عشان خاطر البنات يفضلوا يزوروني ونبقى على تواصل مع بعض. دلوقتي بقالي 3 شهور منفصلة، وقلبي واجعني، مش عارفة أعيش من غير البنات، ولا حتى عارفة أعيش معاهم. حاسة إن حياتي اتسرقت مني، مش قادرة أخرج ولا أضحك ولا أتعامل مع الناس، وكأني زهقت من كل حاجة. واللي زاد ألمي كمان، الكل بيقولي إزاي تسيبي البنات، لكن محدش حاسس إني مريت بإيه، ومحدش هيفهم إحساسي غيري. البنات باباهم سابهم لعيلته وسافر، وأمهم مش عاوزاهم عندها، وأنا مش قادرة أخدهم معايا رغم إنهم بقوا كل حياتي. أنا مش عارفة أنا غلطانة إني خدت القرار ده. كان المفروض أكمل في القهر والانهيار اللي كنت فيه. مش عارفة أنا صح ولا غلط، مش عارفة أنا عاوزة إيه. بس اللي أنا متأكدة منه إني مستحيل أرجع للبني آدم ده تاني، حتى لو كان آخر راجل في العالم. أنا مش عارفة اللي أنا عملته ده صح ولا غلط.